ستايلينج تيبس بارت 1. كل اسبوع هنزل لكم نصيحه في اللبس ممكن ما تكونوش عارفينها، والنصيحه الاولى هي ازاي ابني دولابي، ودي حاجه كنت اتمنى اعرفها من زمان لان هي كانت هتوفر عليا فلوس كتير جدا. شوفوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا هينزل امتى كل اسبوع. عشان تبني دولابك محتاجه ان انتي تعتمدي على حاجتين، اول حاجه الالوان الاساسيه او النوترال كولر، تاني حاجه هي اساسيات الدولاب، ودي هنتكلم عليها في فيديو لوحده البارت اللي جاي. ايه هي بقى الالوان الاساسيه او الالوان المحايده او النوترال كولر؟ اول لون فيهم هو اللون التوب، اللون الاسود. ثاني لون لون ابيض، لون اساسي مهم جدا. اللون البيج، اللون الجراي، اللون البني، في كمان اللون الازرق. ودول الالوان الاساسيه اللي لازم دولابك يبقى مبني على اساسهم. وده ليه؟ عشان تقدري تعملي ميكس اند ماتش براحتك، عشان كمان ما نقعش بغلط ان احنا نروح نجيب لون مش اساسي واحنا ما عندناش مثلا لون تاني اساسي نعرف نطقمه او نعمله ستايلنج عليه، فبالتالي بيتركن في الدولاب وبنقول ما عندناش حاجه نلبسها. دي كده كانت اول نصيحه. استنوا بارت 2 وهو اساسيات الدولاب. يا رب تكونوا اتبسطتوا واستفدتوا، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين الفيديو ده ينزل يوم ايه في الاسبوع.